السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة باغادي دوغو. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اعتذر عن هذا التاخير، ولكن راه دائما كنجاوب على التعليقات ديالكم اللي كتوصلني وكتفرحوني بها، فشكرا لكم بزاف. اليوم غادي نحضروا هذا المسمن معمر بالدجاج والخضر بواحد الطريقه اللي شويه مختلفه، بعجين اكثر من رائع. عجين اللي بسيط ولكن كيجي مقرمش كما شفتوا، وكيجي مورق ورقه على ورقه. نمشيو على بركه الله نشوفوا المقادير والطريقه. الى عندكم صدر ديال الدجاج ممكن تخدموا به، انا عندي هاد القطع وهما اللي غادي نخدم بهم، ماشي مشكل. فدائما كنعمروا بصدر ديال الدجاج، فاليوم غنوريكم الطريقه حتى الا كان عندنا بحال هكا كميه ديال الدجاج من غير صدر ممكن اننا نخدموا بها. هنا كندير التوابل، درت البزار، سكينجبير، الملحه وشويه ديال الزعتر يابس. كنسخنوه في مقيله وكنحكوه بين يدينا. شويه ديال الموطارد، هذا المكون المهم في هذه الحشوه، ومعلقه صغيره ديال عصير الحامض، وشويه ديال الماء اللي غادي نطلقوا به هاد التتبيله. هنا انا ما درتش التوابل كلهم، مازال غنزيد الخرقوم وفلفله حمراء، غنزيدهم من بعد. فهنا كنرقدوا هاد الدجاج، الا قدرتوا ترقدوه ليله كامله يكون احسن. ما كانش واخا غير واحد نص ساعه او ساعه على حسب الوقت اللي عندكم. انا هنا تكيته بفورشيط كما كتشوفوا باش التوابل كتدخل ليه. فإلا رقدناه كيجي احسن من اننا نطيبوه مباشره. غطيته بفيلم اليمونتير وغنديرو في الثلاجه. انا هنا وجدته في الصباح وغنخليه خليته تقريبا واحد 3 او 4 ديال الساعات. وهنا غنمشيو نحضروا العجين. درت 2 كيسان ديال العنبه ديال الدقيق الابيض وكاس الا ربع ديال الفينو، شويه ديال الملحه حسب الذوق، وراس معلقه ديال خميره الحلويات، ماشي بزاف، 4 معالق صغيره صافي. وكنجمعوها بالماء دافي لان الجو بارد. الا كان الجو سخون فديروا غير الماء ديال الروبين. كنجمعوا العجين يكون رطب ولكن ماشي مطلوق. انا قبل ما ندلكو غادي نخليه شويه يرتاح. دهنت هاد البواطه بالزيت وغادي نسد عليه، او ديروه غير في كيس بلاستيكي وتخليوه يرتاح واخا غير 10 ديال الدقائق قبل ما تدلكوه. كيعاوننا انه كيتطلق صافي. من بعد دلكت العجين مزيان، هانتوما القوام ديالو عجينه اللي رطبه ولكن ماشي مطلوقه بزاف، ماشي جاريه صافي. قبل ما نقطعوها كويرات غنرجعها نخليها واحد شويه ترتاح. ما عندكمش الوقت فقطعوها مباشره. وهنا غادي نرجعوا للحشوه. خديت هنا بصله شويه كبيره، غادي نقطعها رقيق، مربعات رقيقه. وغادي ناخذوا واحد طنجره او مقيله، درت فيها معلقه كبيره ديال الزبده، هذيك البصله وشويه ديال الزيت. هنا انا عندي خليط ما بين زيت زيتون وزيت عادي. وغادي نزيد الفلفله حمراء والخرقوم بلدي. كنخلطوا هذيك البصله في الفلفله والخرقوم، وغادي ننزلوا القطع ديال الدجاج وغادي نحطوه فوق النار. سمحوا لي غادي نزيدوا واحد 2 فصوص او 3 ديال الثومه على حساب الحجم ديالهم، كنحكوهم. وغادي نزيد واحد شويه ديال الماء، ما تكثروش الماء، الا كان عندكم الوقت فخليو النار مهيله، وكل ما احتاج الماء فغتضيفوا غير شويه. ما بغيناش يبقى لينا الماء كثير ملي يطيب الدجاج. صافي كنغطيو عليه ونخليوه يطيب. كنقلبوه في هذيك البصيله باش كيشرب لينا التوابل، وكنخليوه يطيب. هنا كنرجعوا للعجين كيكون تطلق كما شفتوا. كنقطعوه كويرات، انا درتهم صغيورين، تقدروا ديروا كبر من هكا الا بغيتوا. وغادي نغلفوهم بفيلم اليمونتير ونخليهم يرتاحوا. هنا كنرجعوا لباقي الحشوه. عندي فلفله حمراء، جزره، 50 غرام ديال الشعريه الصينيه اللي رطبتها غير في الماء بارد، وشويه ديال شامبينيون اسود مجفف. الى عندكم شامبينيون طري يكون احسن، غير بعدهم شامبينيون معلب انا ما كيجينيش لذيذ نهائيا. فرطبت هذا الشامبينيون في الماء بارد وصفيته، خليته غسلته مزيان وخليته تقطر من الماء. غادي ناخذ مقيله واحده اخرى ونقطعوا الفلفله رقيق مربعات صغيره، ونديروها تشحر واحد شويه. من بعد غادي نزيدوا عليها الجزر محكوك، انا حكيته في حكاكه رقيقه باش ما ياخذش ليا الوقت.
وكنزيدو شامبينيون اللي قطرناه من الماء وقطعناه حتى هو رقيق، ممكن ندوزوه في الهاشوار. كنشحروا كلشي غير شويه، ما طيبوش هذيك الخضره بزاف حتى تهرى، وكنرجعوا للدجاج. بعد ما طاب الدجاج كنقطروه من هذا المرق، نخليوه حتى يبرد ونقطعوه طريفات صغيره، كنحيدوا ليه العظام والجلده. وهذاك المرق اللي بقى كنخليوه حتى ينشف شويه من الماء، وكنزيدوا ليه الشعريه الصينيه. الا بقى فيه شويه ديال لاصوص معليش، هذيك الشعريه غادي تشربوا صافي. وكنزيدوا الفلفله والجزر اللي شحرنا، وفي اخر مرحله غنضيف شويه ديال القزبر ومعدنوس مقطعين صافي. وكنرجعوا للدجاج بعد ما برد وقطعناه. قطعته طريفات صغيورين، غادي نضيفوه على هاد الحشوه. كنخلطوا كلشي وغنخليو هاد الحشوه حتى تبرد، ونزيدوها جبن محكوك. انا درت هنايا موتزاريلا باش كنزيدوها التعليكه صافي. وهاد الحشوه ديالنا جاهزه بعد ما كنخلطوا كلشي. وغادي نمشيو نورقوا العجين. هاد الحشوه راه كتجي لذيذه، فإلا ما كانش عندكم صدر ديال الدجاج فخدموها بهاد الطريقه. غادي ناخذ هنايا زبده مذوبه مع شويه ديال الزيت. انا كندير زبده بلديه غالبه، الزيت غير شويه. كندهنوا سطح العمل، والى لقيتوا هذاك العجين مازال ما تطلقش فغتبسطوا واحد 3 او 4 ديال الكرات، تخليوهم واحد شويه وتبداو كتورقوا او تبسطوا العجين كله من الاول. الا ما كانش عندكم الوقت فكتقرصوهم واحد شويه كيطلقوا دغيا دغيا صافي. وكنبداو نورقوا العجين. كل ما تورق كل ما غيجي المسمن ديالنا رائع. انا ما كيعجبنيش العجين يبقى غليظ في المسمن، واخا يكون معمر راه كيجي زوين بهذه الطريقه. اللي ما عمرو جربها يورق حتى يبان سطح العمل، غير يجربها ويرد عليا. كنطويو على 4 بالطريقه العاديه اللي كنطويو بها الرغايف. وما نساوش قبل ما نطويو كنرشوا خليط الزبده والزيت، كنطويوه بحال هكا على جوج، وكندهنوا هذاك المستطيل، وكنكملوا نطويو على 4. هاد الطريقه اللي كلشي كيعرف ليها وكلشي كيتقنها. كنستمروا حتى نكملوا الكميه اللي عندنا كلها. وخا يتقطع لكم العجين معليش، لان غنطويو على 4 ماشي مشكل. كندهنوا الزبده والزيت وكنكملوا نطويو. ما نساوش الجناب كيبقاو شويه غلاض، ردوا ليهم البال. فبهذه الطريقه كيجي المسمن خفيف، كيجي هذاك العجين حسن من لاباط فويتي، حسن من الورقه ديال البسطيله. ممكن ديروا به حشوات ديال البسطيله بالدجاج، ديروا بالحوت، تنوعوا في الحشوه كما بغيتوا. والعجين كما شفتوا ساهل، ما فيهش مكونات كثيره. ممكن تزيدوا في هذا العجين واحد المعلقه صغيره ديال العسل، معلقه ديال القهوه الا بغيتوا صافي. بعد ما كنكملوا كناخذوا اول مسمنه وجدنا وكنبسطوها. انا رققتها مزيان، وخا في الاول مورق ف عاودت ورقتها مزيان لاني درت الكويرات صغار باش تهز ليا الحشوه صافي. وكنطويو بهذه الطريقه. كنطويو الجناب، ما نحطوش العجين فوق العجين هنا في هذه المرحله، غير نجمعوهم، كنحطوا الطرف حدا الطرف، يعني غير كنلاقيوهم كنغطيو الحشوه. وكنطويو هاد الطرف الفوقاني وهاد الطرف التحتاني كنزينوه بهاد القطاعه اللي كتباع عند الناس اللي كيبيعوا مواد صنع الحلويات. الا بغيتو ما كنقطعوش حتى الاخير، كنخليو العجين مجموع من الاخير. وإلا ما عندكمش ممكن ديروا غير سكين وتقطعوه به، او تخليو العجين بحال هكاك بلا ما تقطعوه. غير هو الا قطعناها كيعطينا واحد الشكل زوين ومختلف على الرغيف اللي كنشوفوه عاده. وباش تكون الطريقه واضحه غادي نشوفوا وحده اخرى. كنحطوا الحشوه وكنجمعوا هاد الجناب. واحد الطرف كيكون طويل شويه اللي غادي يغطي لينا المسمنه كلها، والطرف الاخر غير شويه. ما بغيتش ندير فيه العجين كتير، فانتوما غديروا على حساب الذوق ديالكم. نتوما هذاك الطرف اللي غادي نقطعو بالقطاعه، يعني اللي غادي نزينوه، كنخليوه شويه طويل.
انا جربت هنايا في هاد المسمن عدة طرق. درت الطريقة العادية اللي كنعمرو ونطويو على شكل مربع، ودرت واحد جوج ديال الاشكال شوية طوال، ولكن هاد الطريقة هي اللي عجبتني وهي اللي كملت بها. صافي بعد ما كنكملو غادي ناخد اصفر بيضه مع شويه ديال لاصوص صوجا باش نزينو. الا بغيتو دهنوا الرغيف ديالكم، كيعطي واحد اللون زوين وكيعطي حتى واحد اللمعه. كندهنوا بصفر ديال البيض ولاصوص صوجا. هانتوما هنا غتلاحظوا راه كاينين اشكال وحدين اخرين. هذه مربعه عاديه، يعني الطريقه العاديه اللي كنحطوا الحشوه وكنطويو على ربعه. وهاد جوج شكال درتهم طوال، واللي عجبني هو الشكل اللي درت معاكم. صافي وكنسخنوا الفران مزيان وكندخلوهم في الاول ممكن تخليو النار عاليه واحد 3 ديال الدقائق، ومن بعد تنقصوها تخليوها مهيله. انا الفران كان سخون مزيان، فنقصت العافيه وخليتها مهيله وخليتهم طابوا على خاطرهم بحال هكا باش كيجيونا مقرمشين وكيجيو مورقين. كنخليوهم حتى كيطيبوا يتحمروا من جهتين بجوج. في الاول شعلت غير من الاسفل، طيبت فرن غازي، وملي قربوا يتحمروا من الاسفل شعلت الفوق دائما النار مهيله، وردوا معاهم البال ملي نشعلوا الفوق، وكنخليهم حتى يطيبوا ونخرجوهم. وهذا هو شكلهم بعد ما خرجوا من الفران، كيجيو اكثر من رائعين. شكرا لكم على حسن المتابعه، والى اللقاء مع وصفه جديده باذن الله.